السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا النهاردة سهلة جدا جدا. في رمضان وغير رمضان هتشرفك جدا، مميزة. مجرد انت بس تفكري يلا نعمل فراخ مشوية هقولك على طريقة وتتبيلة ممتازة. يلا بينا نبدأ المكونات، بس ما تنسونيش سبسكرايب. يلا بينا على الطريقة والمكونات سوا. اول حاجة بجيب الكبة بتاعتي. الحاجة الرئيسية معايا النهاردة هي التوم، فانا هنزل بحوالي 4 5 فصوص توم كبار. هو عنصر اساسي معايا النهارده. تاني حاجه هيكون عندي ليمونه كبيره. ليمونه كبيره. ممكن تكون ليمونتين صغيرين هنقشرهم بالشكل ده. شايفين القشره ازاي؟ ليه انا مش حاطاه بالقشر بتاعه؟ عشان ما يدينيش مراره. اللي بيحب ويفضل طعم القشر الليمون برده هو صحي جدا، ما فيهوش اي مشكله. وبيحبه في التتبيله يضيفه مفيش مشكله، بس انا بحس انه بيدي مراره شويه، فانا قشرت الليمونه كبيره وشلت منها البذر زي ما احنا شايفين، وهنضيفها في الكبه بتاعتنا. بعد كده لسلطة الوصفة بتاعتنا في نفس الكبة هنزل بنص معلقة من الروزماري، إذا كان جاف أو إذا كان لسه فريش. فلفل أسود، كاري. زودت شوية في البصل باودر، ونص معلقة من البابريكا. يبقى أنا كده حطيت من كله نص معلقة. لكن البابريكا لكن البصل باودر حطيت منه معلقة كاملة. الملح طبعا، معلقتين صغيرين من الصلصة. وعندي 3 معالق صغيرين من زيت الزيتون. على فكرة بينقلها في حتة تانية خالص، وبجد بيبقى طعمها مميز. مش متاح عندك زيت زيتون ضيفي زيت ذرة مفيش مشكلة. زودت معلقة كمان من صغيرة من زيت الزيتون. وابدأ بقى كل التتبيلة القمر دي واضربهم مع بعض. تعالوا نشوف بقى التتبيلة بعد ما ضربناها. بقى عندي تتبيله ما حصلتش. كفايه اصلا الريحه اللي قابلتني بالطريقه دي. الليمون بقى، يعني انا كده خدت كل حاجه في الليمونه الكبيره دي او ليمونتين صغيرين زي ما اتفقنا. انا هنا حسيت ان هي عايزه كان في توابل لسه مترصبه تحت. حطيت معلقتين كبار من الميه وضربتهم تاني. انا خلاص هنا بقى عندي الخليط جاهز تماما. بعد كده هجيب اجزاء الفراخ كلها طبعا بعد غسلها كويس جدا جدا. وطبعا انا قايله لكم ان انا لازم احط عليها رشه من الجنزبيل، يعني بيخليها يعني ريحتها حلوه قوي. وفلفل اسمر. وابدا ان انا اعمل لها فتحات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كل ربع عملته على 2 وعملت له فتحات زي ما انتم شايفين. بعد كده بجيب الخليط بتاعي القمر ده بقى، وانزل بقى بالتتبيله كلها على الفراخ بالشكل ده. انت صحيتي الصبح، عملنا الفراخ بتاعتنا تبلناها، وبعد كده اسيبها بقى ساعة بعد ما تتشبع كويس قوي، وخليها تتشبع في التتبيلة كويس جدا. خلاص خلصت الفراخ كويس جدا، ودخلت كل التتبيلة في الفتحات اللي احنا عاملينها دي عشان تتبل كويس قوي. اغطيها واسيبها ساعة مش اقل من ساعة عشان تاخد من التتبيلة كويس قوي، وعلى التلاجة. وهنا خلاص بعد ما عدى ساعة بالظبط، مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. هبدأ بقى ارصها في الصينية. كل التتبيله الموجوده انزل عليها كده بالظبط. طبعا عشان هي موفره واقتصاديه، على البوتاجاز من فوق، بس على نار قليله جدا. انا كده مش هضيف عليها اي حاجه تانية ولا ميه ولا اي حاجه خالص، مجرد ان انا اوطي النار عليها مش اكتر. خلاص كده ضفتها على نار هاديه خالص زي ما احنا شايفين اهو. اهم حاجه ان انا اغطيها كويس وكده تمام. هنا يا دوب عدى حوالي خدت غلوة اهي. هبدأ بقى اقلبها على الوش التاني. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، فظيعة فظيعة. زي ما اتفقنا برضو تبقى على نار هادية. هنزل برضو بشرايح كده من الليمون المتقشر زي ما اتفقنا، وشايلين البذر منه. بتزود كده من التست، وبتزود من الطعم الغني قوي قوي قوي. هرجع اغطيها، اسيبها بقى لما تستوي تماما. هنا خلاص بقى بعد الفراخ بتاعتي ما بقت تمام التمام، وكده بقى بقت جاهزه. ممكن تاكليها كده عادي خالص، بجد الصوص بتاعها بيجنن. بس انا مش بستكفى بكده، لازم ادخلها تحت الشوايه تاخد وش كمان. يلا بينا بقى تحت الشوايه. هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن تحت الشوايه بس، وهنا بس اسكت قليلا. بصوا الشكل عامل ازاي، شكلها حلو ازاي. وده كده بقى الشكل النهائي بعد ما غرفتها بالصوص بتاعها. بجد فظيعة.
وشرايح الليمون الجميل. بجد جربوها مش هتندموا. صوص رائع، تقدري تعملي جنبها رز ابيض، مكرونه، سباكيتي، اي حاجه تمشي مع الاكله دي فظيعه، بالذات لو رز ابيض. اللي كمل معايا الفيديو الاخر ما ينسينيش سبسكرايب. كان معاكم سما، يا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم.